المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها دعوة لتعزيز دور المرأة في الحفاظ على الهوية والقيم الوطنية، منتدى تعليمي في هبرو، ودعم مدرسي للطلاب في مديرية تسني. مئة وأربعون قتيلا في القصف الإسرائيلي على غزة، وحماس تفرج عن رهينتين. الولايات المتحدة تعلق كل مساعداتها إلى الغابون بعد الانقلاب العسكري. واجتماع اقتصادي مثمر بين بكين وواشنطن. أهلا بكم مشاهدينا. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تسفا ميكائيل إلى تعزيز دور المرأة في جهود الحفاظ على الهوية والقيم الإريترية وتوارثها، باعتبارها ركائز مهمة في تحقيق الأهداف وضمان استمرارية الأجيال. وأوضحت في الاجتماع الذي عقدته في 19 من أكتوبر في مديرية تسني حول برامج التصدي المشترك لعضوات الاتحاد، أوضحت تحقيق البرامج المنفذة بتعاون الشعب والحكومة تقدما مشهودا، وعلى عضوات الاتحاد تنظيم برامجهن لنتائج أفضل. وذكرت تنفيذ أنشطة مشجعة لتحسين الحياة المعيشية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومن المهم ارتقاء وعي العضوات لإنجاح برامج الاتحاد، مشيدة ببرامج المرأة في تسنين. ودعت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم قاشبركة السيدة يحتق يوهنس إلى العمل بقوة للتصدي للعدائيات وتعزيز برامج التنمية في هذه المرحلة الجديدة. وقال مدير مديرية تسني سيد سيوم قبر يسوس أن المثابرة والنضال قيمتان إريتريتان لا تنفصلان، وحث المرأة على التركيز في مكافحة الظواهر التي تقوض القيم نظرا لدورها القيادي في المجتمع. انعقد في عريتاي بمديرية هبرو في 21 من أكتوبر الجاري منتدى تعليمي تحت شعار لنعمل لتعليم جيد لضمان تطور المجتمع. وهدف المنتدى للتعرف على مشاركة وكفاءة الطلاب وقضايا مقاطعة التعليم والرسوب وإيجاد الحلول لها. وأفادت المناقشات التي جرت بأن عدم تجمع القرى وتدني اهتمام أولياء الأمور ولجان الآباء من الأسباب الرئيسية لتدني المشاركة في التعليم، بالإضافة إلى عدم معاقبة الطلاب المقاطعين وعدم متابعة أولياء الأمور والمدرسة وتأثيرات الرفقاء. وأشار المنتدى إلى أن عدم وجود ثقافة القراءة وتسيب الطلاب والمعلمين من الأسباب الرئيسية في رسوب الطلاب، وأن عدم مرور الطلاب برياض الأطفال وعدم إعداد المعلمين جيدا وتدني اهتمام الطلاب وعدم تطور العلاقة الثلاثية القوية تؤثر سلبا على العملية التعليمية. ودعا المنتدى للإسراع في تجميع القرى والعمل لجلوس الأطفال في عمر التعليم في مقاعد الدراسة وتقوية العلاقة الثلاثية والقيام بأنشطة التوعية وتطوير قدرات المعلمين وتعزيز دور أولياء الأمور والمعلمين والمدرسة ووزارة التعليم والإدارات والجبهة ورجال الدين والأعيان. وفي الأخير أصدر المنتدى قرارات وتوصيات لزيادة مشاركة الطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة المتوسطة بنسبة 40%، والمرحلة الثانوية بنسبة 20%، ومشاركة الإناث في جميع المراحل لتصل إلى 50%، وانخفاض معدل الرسوب بنسبة 10%، وخفض معدل المقاطعة إلى الصفر. وحث مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل إلى للتعرف على المصاعب والقصور وإيجاد الحلول لها للوصول إلى مبتغى الجودة والكفاءة. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية العقيد تسفا تسيون قرماي ومدير مديرية هبر السيد فتوي قبر مسقل إلى العمل لتنفيذ مخرجات المنتدى، باعتبار أن تحقيق كفاءة التعليم من الأولويات. هذا وتوجد في مديرية هبرو 45 مؤسسة تعليمية تقدم التعليم المنتظم وغير المنتظم لحوالي 9000 طالب. خرجت شرطة الإقليم الأوسط في 24 من أكتوبر الجاري 48 من أعضائها تم تدريبهم لمدة 10 أيام بالتعاون مع شركة عنبر بب وشركة أويل ليبيا في التعامل مع المركبات وإدارتها. أوضح مسؤول الإدارة والمالية في شرطة الإقليم الأوسط الرائد إيوب برهاني في مراسم التخريج التي حضرها قائد شرطة إريتريا العقيد محارة صقاي ومدير شركة عنبر بب السيد قرماي أبرهة
أن التدريب ركز على ضمان السلامة من خلال زيادة معرفة السائقين بالإصلاحات والصيانة وضعا في الاعتبار للمسافة ومعرفة أنواع الزيوت الواجب استعمالها. وذكر المهندس ناهوم مليون نيابة عن شركة عنبر باب أن التدريب لما قبل الحوادث يساهم في الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات عبر رفع كفاءة السائقين والسيارات واختيارات الزيوت المستخدمة. وأشار ممثل الخريجين إلى أهمية التدريب وسيعملون على تطبيقه في العمل اليومي. ودعا قائد شرطة الإقليم الأوسط المقدم جرماي جبر ميكائيل المتدربين للاستفادة من المعرفة المكتسبة للعناية بالسيارات التي يقودونها والحد من الحوادث، وشكر الجهات المنظمة للتدريب. أكد مربو النحل في مديرية مندفرة أنهم يحققون تقدما ملحوظا في أنشطتهم بتشجيع من وزارة الزراعة. وقال المزارعون الذين يقومون بتربية النحل في منطقتي عد زارنا ومندفرة لوكالة الأنباء الإريترية أنهم بدأوا هذا القطاع بخلية واحدة ومعرفة محدودة، وأوضحوا أنهم بدأوا العمل كنشاط استثماري مستفيدين من دعم المناحل وتنظيم الدورات المقدمة لهم عبر وزارة الزراعة. وذكر المزارعون أن دخلهم ارتفع أيضا مع زيادة عدد الأسراب التي يمتلكونها مما ساهم في تحسين معيشتهم. وقال سيد محارب الدبروخ أخصائي تربية الماشية في مكتب الزراعة بالمديرية أن النشاط يتزايد بسبب المناخ المناسب والموارد اللازمة لتربية النحل. وقال إن التحديات الرئيسية التي يواجهها مربو النحل هي عدم وجود مساحة دائمة ورش المزارعين للمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب، مناشدا المزارعين بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في مناطقهم. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تيسيني بمساعدة 166 طالبا محتاجا باللوازم مدرسية تكفيهم للعام الدراسي. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة ذهب يوسف أن الهدف من الدعم هو تشجيع الطلاب على مواصلة تعليمهم وعدم مقاطعتها لمصاعب اقتصادية. وأكدت تقديم دعم مالي بمبلغ 2000 نغفة ل5 طلاب من أبناء الشهداء توجهوا إلى ساوى لإكمال تعليمهم الثانوي. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية تيسيني السيد عبد الحميد إسماعيل أن الجهود المبذولة لمنع الطلاب من مقاطعة التعليم بسبب المصاعب الاقتصادية تحقق نتائج مرضية، ودعا أصحاب المال وشركاء العمل إلى زيادة التعاون. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلنت حكومة حماس أن القصف الجوي الإسرائيلي ليلا أسفر عن مقتل 140 شخصا على الأقل في قطاع غزة، حيث أفرجت الحركة عن 2 من الرهائن الذين خطفتهم خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر. من جهتها طالبت الولايات المتحدة الحركة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين خطفتهم خلال الهجوم قبل أي نقاش حول الهدنة. وأحصت إسرائيل نحو 220 رهينة من إسرائيليين وأجانب ومزدوجي الجنسية اختطفهم عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة بعد هجومهم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 5000 فلسطيني معظمهم من المدنيين بينهم أكثر من 2000 طفل قتلوا في القصف الإسرائيلي ردا على ذلك منذ بداية النزاع، ولا تشمل هذه الحصيلة قتل القصف الليلي الأخير. ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون عوائق ووقف سريع لإطلاق النار. ويواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لهجوم بري ويحشد جنوده على أطراف قطاع غزة، ويقوم بعمليات توقل محدودة هناك لاستهداف البنية التحتية لحركة حماس والسعي لتحديد أماكن المفقودين أو المختطفين. أعلنت الولايات المتحدة أنها قطعت جميع مساعداتها للغابون بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح في 30 من أغسطس بالرئيس علي بونغو أوديمبا بعد حكم استمر 14 عاما. وأعلنت واشنطن التي علقت قبل ذلك جزءا من مساعداتها الخارجية في نهاية سبتمبر أعلنت رسميا أن انقلابا وقع في الغابون، مما يعني ضمنا بموجب القانون الأمريكي وقف كل المساعدات غير الإنسانية. ودعا رئيس الوزراء الغابوني الجديد المعين من قبل الجيش ريموند ندونغ إلى التمييز بين الانقلابات. وقال في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إن تدخل الجيش في الغابون كان أهون الشرين لتجنب حريق في مواجهة خطف الانتخابات مجددا.
عقد مسؤولون أمريكيون وصينيون اجتماعا مثمرا هو الأول لمجموعة عمل اقتصادية جديدة وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فيما يسعى البلدان لإضفاء الاستقرار على العلاقات بينهما. وأفاد بيان لوزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أن الوفدين اجتمعا افتراضيا لمدة ساعتين وأجريا نقاشا مثمرا وموضوعيا بشأن قضايا تشمل تطورات الاقتصاد الكلي. وبلغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أدنى مستوياتها منذ سنوات في ظل التوتر المرتبط بالتجارة وتايوان وبحر الصين الجنوبي. ووصف الإعلام الرسمي الصيني الاجتماع بالصريح والبناء، فقد أفادت شبكة CCTV الرسمية بأن الجانبين أجريا نقاشا معمقا وصريحا وبناء بشأن قضايا مثل وضع الاقتصاد الكلي العالمي والسياسات والعلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون ردا على التحديات العالمية. هذا ويدور وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة في الفترة من 26 إلى 28 من أكتوبر الجاري. وسيكون الوزير الصيني أكبر مسؤول من بلاده يزور الولايات المتحدة منذ ما يقرب 5 سنوات، ويحاول البلدان إدارة الخلافات بينهما رغم التوترات التي تخيم عليها والتي زادت خلال السنوات الماضية. قتل في المكسيك 16 شخصا على الأقل، بينهم 12 شرطيا في هجومين منفصلين شنهما مسلحون في ولايتين تقعان في جنوب البلاد وتشهدان أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات بحسب ما أفادت السلطات المحلية. وقال أليخاندرو هيرنانديز نائب المدعي العام في ولاية غيريرو أن مسلحين مجهولين هاجموا موكبا للشرطة في بلدة كويكا دي بينيتيز. وأضاف أنه بحسب المعلومات الأولية فإن 11 عنصرا من الشرطة البلدية قتلوا في الهجوم. وأوضح أن السلطات فتحت تحقيقا في ملابسات الهجوم ودوافعه. وبحسب السلطات فإن موكب الشرطة كان يرافق وزير الأمن الداخلي في الولاية عندما تعرض للهجوم. وقتل أكثر من 420 ألف شخص في المكسيك منذ 2006 حين نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات وفق الأرقام الرسمية. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. دعوة لتعزيز دور المرأة في الحفاظ على الهوية والقيم. منتدى تعليمي في هبرو. ودعم مدرسي للطلاب في مديرية تسني. 140 قتيلا في القصف الإسرائيلي على غزة، وحماس تفرج عن رهينتين. الولايات المتحدة تعلق كل مساعداتها إلى الغابون بعد الانقلاب العسكري. اجتماع اقتصادي مثمر بين بكين وواشنطن. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.